ما تيجي نفكنا من الموبايلات دلوقتي وتعالى نتكلم عن الناس نفسها اللي بتستخدم الموبايلات. ما هو زي ما الموبايلات انواع، برضه مستخدمين الموبايلات انواع ومختلفين، ونشوف انت مين فيهم. بس قبل ما نتكلم في اي حاجة خلينا اتفق معاك ان كل الكلام اللي هيتقال في الفيديو ده ما هو الا وجهة نظري الشخصية، اللي ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، واللي هي مبنية على خبرتي في شغلي في الموبايلات طول السنين اللي فاتت، وبرضه من الناس والزباين المختلفين اللي كنت بتعامل معاهم. وكمان عايز اتفق معاك على حاجة تانية وهي دي الاهم، ما فيناش من زعل. اتفقنا؟ اتفقنا ان شاء الله. ونبدا بالسيفون، قصدي الايفون. لا ما اسمحلكش تقول عليه سيفون ولا تقلل منه. انت عارف اصلا يعني ايه ايفون؟ قول لي انت يعني ايه. ده بتاع البشوات، الناس التقيله، مش اي حد يشيل ايفون. وانت بتقول كده عشان مش قادر تجيبه وما معكش تمن. يا عم وانا لسه قلت حاجه؟ هتقول ايه؟ ما لاقوش في الورد عيب. يا عم انا اسف وحقك عليا، بس عايز اسالك سؤال. انت ليه اخترت ايفون من دون كل الموبايلات الفلاج شيب الاندرويد اللي موجود؟ عشان ده ايفون. ما انا عارف انه ايفون، بس اكيد في سبب تاني يعني، او في حاجه جوه الايفون. انت عايز توصل لايه؟ يعني هل في مثلا في السوفت بتاعه اوبشن او خواص مش موجوده في اندرويد؟ معرفش. طب هل مثلا يعني في تطبيقات بتستخدمها عليه ما بتشتغلش على اندرويد؟ ما انا مش عارف اقول لك ايه، انت نفسك مش عارف، ما عندكش سبب غير الفشخره. بس برضو الايفون ما يتقارنش باي حاجه تانية، وهو ده مستخدم ايفون. مع احترامي لكل الناس، كل اولوياته الفشخره. انا معايا ايفون، انا شايل ايفون، مفيش حد زيي. مش مهم بقى بيستخدمه ازاي. وللاسف الناس برضو بتبص له على انه في مكانه اجتماعيه عاليه، ودي حاجه ما نقدرش ننكرها ومحدش هيقدر يغيرها وهتفضل موجوده. ونروح لمستخدمين سامسونج. قول لي بقى، انت ليه اخترت سامسونج؟ عشان ما بحبش الصيني. سامسونج كوري، يعني حاجه مضمونه. ما شاء الله. عشان كده بس؟ لا بس ايه، ده غير الاعتماديه، عندك جوده في التصنيع وخامات حلوه، الجهاز يعيش معاك 10 سنين مرتاح. ده غير بقى شركه سامسونج نفسها بتهتم بعملائها، بتعمل لنا كل اللي احنا عايزينه، كل الفئات وكل الاسعار، مش زي ناس تانية مفيش الا ده وما عندناش الا ده. هو انت بتلقح على مين؟ ما بلقحش على حد، بس انا بعرف اخصص كل حاجه في تليفوني، وعندي خيارات كتير اعرف اعمل بيها ده. اساله بقى هو يعرف يخصص ايه. مش بقولك بتلقح؟ طب ابعتها له. وهم دول مستخدمين سامسونج زي ما شفت كده، دايما بيعندوا في مستخدمين ابل، ومستخدمين ابل بيعندوا فيه، زي ما يكون بينهم طار. مش الفكره بس يعني ان كل واحد يستخدم الجهاز اللي يناسبه واللي يلبي احتياجاته واللي شايف فيه راحته، والجهاز اللي يستخدمه من غير ما يضايقه، لا. ونروح لمستخدمين هواوي. ايه انت بقى ليه اخترت هواوي؟ عشان انا راجل بفهم. لا استنى، يعني كل الناس دي ما بتفهمش؟ لا مش قصدي، وكل الناس على راسي، بس انا بعرف اختار اللي يناسبني واللي يناسب استخدامي. هواوي بتعمل لنا الجهاز فيه كل اللي انت عايزه، جودة، فخامة، كاميرات، سوفت وير ناعم زي الحرير، وكل الاوبشن اللي محتاجه هتلاقيه. ولا عمره بقى بيهنج ولا يسقط شبكة، ولا اجي اعمل حاجة يقول لي لا مش متاحة، ولا انام جنبه لحد ما يشحن. ده انت بتلقح بقى انت كمان. لا بلقح على حد ولا ليا دعوة بحد، انا لوحدي بعيد عن اي حد. طب وخدمات جوجل ما بتفرقش معايا. هواوي عامله لنا بدايل لكل حاجة، وحتى لو مفيش بدايل هستخدمه من غير خدمات جوجل. كفاية ان انا بستخدم جهاز من هواوي. هواوي دي العيش، وهم دول مستخدمين هواوي. مستخدم هواوي تحس ان الشركة بتاعته بيدافع عنها باستماتة، ولا يمكن يغيرها او يستخدم غيرها. ونروح لمستخدمين اوبو. والله انت اللي محيرني، ليه اخترت اوبو؟ انا مش فارق معايا اوبو من غيره. انا قلت لهم يا جدعان عايز تليفون، قالوا لي عايز ايه؟ قلت لهم عايز تليفون حلو وخلاص. قالوا لي تاخد اوبو، قلت لهم ماشي. والله انت باشا، مش شاغل نفسك ولا وجع دماغك. طيب وعاجبك بقى اوبو على كده؟ حلو شغال مش مزعلني، ما بيهنكش. بس هو ده كل اللي عاجبك فيه؟ لا والكاميرا اللي قدام حلوه وبيشحن بسرعه. طيب جميل، بس نكتفي بقى بهذا القدر عشان شكلنا كده مش هنطلع باي حاجه اكتر من اللي طلعنا بيه، يعني بلاش وجع قلب في الفاضي. ونروح لمستخدمين شاومي. تعالى بقى يا قرن، قول لي اخترت شاومي ليه؟ يا صاحبي قيمه مقابل سعر. شوف انا دافع كام وواخد ايه. اعلى معالج في فئته يا صاحبي. ايوه بس المعالج مش كل حاجه، وهو المعالج بس؟ كل حاجه في الجهاز حلو. تصميم زجاج يا اسطى، وبيلعب 90 فريم، وكاميرا حلوه، وبطاريه حلوه، والجهاز شكله حلو، وكل ده بكام؟ بأقل من سعر اي منافس في نفس الفئه يا اسطى. انت متاكد من الكلام ده؟ طب بالنسبه للسوفت وير، ماله السوفت يا صاحبي؟
مش بتضايقك المشاكل الكتير اللي فيه والاعلانات والحاجات اللي زي دي؟ مش بتضايقك يعني وانت بتستخدم الجهاز؟ مشاكل ايه يا هندسه؟ مفيش مشاكل ولا حاجه، ما هو شغال قشطه اهو. وان كان يعني على شويه الاعلانات دول فعادي يعني مش مشكله، بقول لك قيمه مقابل سعر، وهم دول مستخدمين شاومي زي ما انت شايف كده. ونروح لمستخدمين انفينكس. قول لي بقى انت ليه اخترت انفينكس؟ بص يا باشا انا هجيب لك من ابو نهي. هو انا سامع هتتريقوا علينا عشان شايلين تليفونات رخيصه، بس يا باشا كل برغوت على قد دمه، وانا لا يهمني ماركات ولا اسامي. انا معايا تليفون حلو وعاجبني ومريحني، ومش معنى انه رخيص يعني يبقى وحش. يا جدع ده فيه بطاريه تشغل مولد كهرباء، وفي كاميرا حلوه وشبكه حلوه وبطاريه حلوه وصوت حلو، عاجبني ومريحني وبيعمل لي كل اللي انا عايزه، وفوق ده بقى كله رخيص. وبصراحه بقى هو راضيني وانا مرضي بيه. طب والله انت برنس، واللي يقول غير كده يبقى بني ادم مش جدع. ودول مستخدمين انفينكس مش عايزين حاجه وراضيين باي حاجه. وفي الاخر عايز اقولك مفيش موبايل مثالي ولا موبايل كامل. عشان ترتاح في الموبايل اللي بتستخدمه وما يضايقكش، تجيب الموبايل اللي يناسب استخدامك، وسيبك بقى من فلان شايل ايه وعلان معاه ايه، وهم مش احسن مني وانا مش اقل منهم، ولازم اجيب اعلى حاجه واشيل ايفون واشيل سامسونج اس مش عارف ايه، وانت مش هتحتاجه بالخواص اللي فيه. فخليك على قد استخدامك. وفي النهايه الكل يكتب تعليق يعمل اعجاب وشير. تحياتي ونتقابل الفيديو الجاي. سلام.